مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. أمريكا: لن نزود وحدات حماية الشعب بعد الآن بالأسلحة. البارزاني: المسألة الكردية ومسيرة السلام الداخلي في تركيا شأن داخلي لتركيا. السويد تتقدم بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لنقل مهاجرين من أراضيها لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي. إليكم التفاصيل. أوضح المتحدث باسم القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا والعراق ضد داعش ستيف وارن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تزود وحدات حماية الشعب بالأسلحة والمعدات العسكرية بعد الآن. ونوه وارن أن الأسلحة والمعدات التي تم إرسالها تخص المعارضة السورية، كون أن هناك قوى جديدة تشكلت باسم قوات سوريا الديمقراطية، ومن ضمنها فصائل من المعارضة العربية. وفي سياق متصل وردا على سؤال بخصوص هل هذا مطلب تركي، قال وارن: لن أضيف شيء، وتركيا عضوة في حلف الناتو وسنستمر في التواصل مع تركيا، كما أن هناك اتفاقية قريبة بخصوص الحرب على تنظيم داعش. القيادات التركية تدعي أن وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي تنظيمان إرهابيان ويجب أن لا تدعمهم أمريكا. ومن جهته ديفيد بولاك الباحث في معهد واشنطن في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر ملتقى ميري فورم في هولير أكد بأن وحدات حماية الشعب هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على داعش في سوريا والعراق. قال رئيس وزراء إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني أمس الأربعاء أن المسألة الكردية ومسيرة السلام الداخلي شأن داخلي لتركيا، ويجب إيجاد حلول لها داخل تركيا. جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر مستقبل الشرق الأوسط الذي نظمه معهد أبحاث الشرق الأوسط في عاصمة الإقليم أربيل. وأشار البرزاني أن هدف الإقليم هو بناء علاقات جيدة مع جميع دول الجوار وتحديدا تركيا، مضيفا: ننظر إلى تركيا باهتمام بالغ بسبب العلاقات التاريخية التي تربطنا بها. وأشاد البرزاني بالعلاقات الجيدة بين الإقليم وتركيا، وخاصة في عهد حكومات العدالة والتنمية، لافتا إلى أنها وصلت إلى مستوى التعاون الاستراتيجي. وجدد بارزاني تأكيده على دعم تركيا لهم خلال حربهم ضد تنظيم داعش، مؤكدا أنه لولا دعمها لما استطاعوا الصمود أمام داعش. من المنتظر أن تقدم السويد طلبا رسميا إلى المفوضية الأوروبية لنقل مهاجرين من أراضيها لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وبهذه الخطوة ستنضم السويد إلى جانب اليونان وإيطاليا ودول أخرى إلى نظام الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين، في خطوة تجيء في إطار اتفاق لتشديد قواعد الهجرة أبرمه رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين مع أحزاب المعارضة قبل أسبوعين. وقال لوفين في مؤتمر الصحفي الأربعاء 4 نوفمبر تشرين الأول: غدا ستتخذ حكومتي قرارا بطلب إعادة توزيع المهاجرين من السويد إلى دول أخرى. من الواضح أن على جميع الدول الأعضاء تحمل مسؤولياتها، وبحسب الاتفاق ستمنح السويد تصاريح إقامة مؤقتة لمهاجرين لمدة 3 سنوات، مع استثناءات لبعض المجموعات كالعائلات التي تضم أطفالا والقُصّر الذين بلا مرافق، علما أن معظم من طلب اللجوء في السويد في الماضي قد حصل على إقامة دائمة. مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. شكرا لاستماعكم وطابت أوقاتكم.